السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من فيديوهات تغذية بصرية. كيف بدأ التصميم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الفيديو ده برضو معانا تركاية بسيطة تبان بسيطة لبعض الناس، بس في الناس المبتدئة اللي لسه بتشق طريقها في الفوتوشوب بتحب الحاجات دي علشان خاطر تطور من مستواها، يعني حاجات ما بين السطور كده. أنا بحب دايما أقول النقطة دي في الأول علشان خاطر لو في حد بيتفرج على الفيديوهات، يا عم انت بتعمل ايه؟ انا بعمل حاجات علشان الناس المبتدئة، الناس اللي لسه بتقول يا هادي. الموضوع بالنسبة لها بيبقى معقد شوية لما بتعمل تغذية بصرية وبتبص على الحاجات دي على بنترست. فاحنا الى حد ما بنعمل، انا بعمل تغذية بصرية بس بعملها يعني تعتبر ايه، لايف شوية. طيب من غير برضو كلام كتير، يلا بينا بقى نشوف الديزاين بتاع النهاردة او الفكرة بتاعت النهاردة عاملة ازاي. هي دي حاجة بسيطة جدا 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 جدا، بس الفكرة ان يعني هبدأ منين؟ الناس بتيجي ابدأ منين؟ انا عارف ان هنا ده كلام ودي نص صورة، وازاي الصورة التانية او النص البنت التاني مكمل في الكلام، والحاجات دي كلها ده اللي احنا هنعمله. فاول حاجة محتاجين نعملها، عايزين نروح نجيب صورة الشخص اللي احنا نعمله الديزاين ده. فممكن ندخل على فريبك ونكتب هنا مثلا مان فيس، ونيجي هنا كده نسرش، فهيطلع لي حاجات بالمنظر ده. ممكن اجيب صورة مثلا، ممكن نجيب ده او نجيب ده. تمام، خلينا برضو نسرش كده. ومن ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنعملها لايف ان احنا بنكتب الكيوردز وبنسرش مع بعض علشان خاطر الناس برضو تكتسب مهارة السيرش، لان في بعض الناس لحد دلوقتي ما بتعرفش تسرش على الصور اللي هي عايزاها يعني. طيب احنا عمالين بنقلب كده، انا عايز صورة اللي هو المان فيس فرونت فيو اللي هو يعني يعتبر باصص لي. فانا هعمل بس نيكست بيج. ماشي، انا عمال بتفرج يعني في صور حلوه انا ممكن اخدها واطبق اللي انا هطبقه هنا، هطبقه هنا، بس ايه، ادينا بنتفرج. ممكن لعل وعسى ان احنا نلاقي حاجه تكون احسن من اللي احنا شفناها. طيب احنا ما لقيناش حاجه، خلينا نرجع تاني للصفحه الاولى، كان فيها صور حلوه. ماشي، ممكن مثلا ناخد صوره ده، او كان في واحده تانية احلى كنا قلنا عليها حلوه. ممكن تعال ناخد الراجل ده. جميل، وهندوس على داونلود، فري داونلود، وهستنى لحد ما ينزل. بعد كده هاجي اشده عندي على الفوتوشوب واحطه مثلا هنا، وهحتاج ان انا اقصه، لازم ان انا افرغه. اعمل ايه؟ هاجي مثلا بالكويك سيلكشن وابتدي ان انا اكبر الاداة بتاعتي شوية كده، وهحدد عليه كده بالمنظر ده. طبعا انا يعني ما بحبش ان انا احدد غير بالبين تول بصراحة، بس عشان الوقت فاحنا ايه، انت كده كده حدده بالبين تول عشان يطلع بس معاك مظبوط اهو. تمام، فاضل ودنه، احنا محتاجين ودنه معانا، محتاجين الصورة تكون كاملة. وبس كده. بعد كده هدوس كنترول جي علشان اخد منه نسخة، كليك يمين كونفرت تو سمارت اوبجكت، وبعد كده كنترول سي من هنا، واروح على الديزاين الاساسي بتاعي اقول له كنترول في. تمام، هو جه معايا بس الصورة كبيرة شوية، فهبتدي ان انا ادوس كنترول تي وابتدي ان انا اصغره كده. طبعا هو في عيوب في القص وهتبان في الشعر، بس احنا مش مشكلتنا القص خالص دلوقتي، احنا عايزين نعرف الديزاين ده اتعمل ازاي. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اول حاجه هعمل له كليك يمين ريسترايز، هفك السمارت اوبجكت، وهاجي ادوس كنترول تي عليه، وهاجي كنترول ار علشان اظهر الرولر المسطره دي، وهشد رولر كده وهحاول ان انا اقسمه بالنص. لا هو انا جاي بجنب شويه، فانا اخلي النص ده كده وادوس على انتر. تمام، وبعدين هاجي بالاداه دي الريكتانجولار جريد، احدد على الجزء ده. تمام، كليك يمين واقول له لاير فيا كات. كده انا قسمته نصين اهو، نص كده ونص كده. جميل جدا. بعد كده هخفي الجزء اللي هو ناحيه اليمين ده اللي انا قصيته، وهكتب الكلمه بتاعتي اللي هو وي ار اول يونيك. تمام، تعالى هنا كده اكتب اي جمله بقى، مش شرط الكلمه بتاعتك. هاجي هنا
بأداة الكتابة، وحاول الخط اللي انت هتشتغل بيه يكون خط بولد. دوس كده كليك وهكتب تمام. ممكن نكتب ار اول و مثلا اهو، وهخليها كلها بخط امباكت. ماشي، وهكبرها، وهروح لقائمة كاركتر علشان اخلي المسافات اوتو عشان تتظبط كده. وكلمة وي ار خليها كلها كابيتال، تمام، علشان تبقى عاملة بالشكل ده. بس وي ار فعلا محتاجة ان هي يتعمل لها بوستروف زي ده كده. هاجي هنا اشيل الاي وهخلي دي بوستروف كده، بس مش كده. يعني هي فين الابوستروف؟ مش مشكلة اهي، خليها كده وخلاص. وي ار دي ممكن تصغر شوية، هنصغر حجمها كده بالمنظر ده، بحيث ان هي تبقى قد دول. بعد كده كنترول مع تي، وهبتدي ان انا اكبرهم كده بالشكل ده، بحيث ان هي تاخد يعني حجم الديزاين بتاعي كله، حاجة بالشكل ده كده. بعدين هخلي الكلمة بتاعتي دي تحت الجزء اللي هو اليمين المقصوص، يعني ايه الشق اليمين من الراجل، واظهره كده، اظهر الراجل. بعد كده هتيجي هتعمل ايه الت كنترول جي، فتلاقي ان صورة الراجل بقت كليبنج ماسك جوه الكلمة بتاعتك. طبعا هو هنا محتاج ان هي تكون ابيض واسود، مفيش مشكلة، هتقف على الجزء ده كنترول يو وتبتدي ان انت بالساتوريشن تقلله كده. دوس اوكي، وتيجي على الصورة دي نفس الكلام كنترول يو، بس لا ما تدوسش كنترول يو، خليها جزء ملون وجزء ابيض واسود بالمنظر ده. طبعا انت بقى محاذاة الكلام ممكن تظبط المحاذاة بتاعتك شوية، ممكن تكتب جملة تكون افضل، تلون، تعمل اللي انت عايزه. يعني ممكن مثلا كمان ان انا اعمل سوليد كلر كده واخليه باللون الاصفر مثلا، واقول له اوكي، واعمل له الت كنترول جي برضو، واغير المود بتاعه اللي مالتبلاي، فيبقى عامل عندي كده، واغير الباك جراوند. وممكن تلعب بقى، يطلع معاك اشكال كتيره جدا اللي هتشوفها اصلا وانت بتعمل تغذيه بصريه بالشكل ده مع النوع ده من الايه الديزاين. دي كانت التركاية بتاعت النهاردة. والله تركاية يعتبر حلوة، حاجة بسيطة كده في الخفيف منه، بس فيها فكرة. ممكن تستغل بقى الفكرة دي في ان انت تطلع الديزاينز الخاصة بيك انت، او تاخد الفكرة دي توظفها في حاجات من بتاعتك انت. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان نوصل ل 10,000 مشترك ان شاء الله يعني، ونعمل احتفالية كبيرة كده. مش عارف هعمل فيها ايه، بس المهم يعني ان احنا هنوصل ل 10,000 مشترك. وانتظرونا في فيديوهات جاية من التريكات دي، او من سلسلة فيديوهات تغذية بصرية كيف بدأ التصميم. سلام.